مساء الفل. تعالوا. يعني كل فين وفين لما بنلاقي له حاجة تمام بنفرح وبنهلل يعني. فالصراحة أنا ما صدقت الناس بدأت تهلل عليه الأخ راعة يعني تمام. وده طبعا إله الراعة عندنا في الراب المصري، فكل فين وفين عقبال ما بيظهر كظاهرة سنوية أو سنوية ضوئية فاهم، فما بنصدق نلاقيه يعني. فالحمد لله حصلنا على عمل من أعماله الأخ راعة بيقولوا تمام. وأنا بقى اللي مش متابع واخد بالك، أنا بقى اللي متأخر تمام. الراجل بيقدم غزارة إنتاج، مش عارف ده بقى إزاي يعني فاهم، بس يعني أكيد كده نهاية العالم قربت باللي احنا شايفينه ده. ولكن الحمد لله مبروك. نسمع بقى الشغل عامل ازاي تمام، لان الراجل برضو كان على غيبة يعني ولا مؤاخذة، نلحقه قبل ما يختفي تاني تمام. البشرية جاهزة، يا ريت نسمع اخونا راعة بقى اخر اعماله او عمل من اخر اعماله، وده طبعا بناء على طلب البشرية تمام. الناس بتنبسط بالحوارات دي، فخلينا نخلص ونشوف الناس عايزة ايه ونعمله لهم، وده طبعا هيبقى زائد اختيارات اللي انا هختارها مع البشرية. بس خلينا نشوف البشرية الاول عايزة تشوف ايه. تمام ماشي. شوف افتكرت كنت هنسى النضارة بقى من الاول. ده الاستريبتيز اللي انت عملتيه؟ احترمي نفسك كده خليكي كويسة. ماشي مساء الفل. يعني نقول الحمد لله على السلامة تمام من الأول كده لغاية لما نسمع ونشوف الموضوع هيبقى عامل ازاي. هو راع صعب يعمل حاجة مش قوي تمام، بس عادي ممكن. الناس كلها مستواها طالع نازل يعني، فخلينا نشوف ونسمع. مين اللي على الإنتاج؟ اللي على الإنتاج أكسيد، مش عارف ده مسحوق غسيل ده ولا ده أكسيد. لا أكسيد مش أكسي تمام، في دال في الموضوع أو دي. أوكي صح ماشي. الحاج أكسيد على الإنتاج مع راعة. جامد. نسمع بقى ونشوف الموضوع رايح فين. الشباب جاهزة تمام. اظبط له الدنيا يا عم أكسيد الله يبارك لك، عشان برضو الراجل كان متأخر شوية. خلينا نسمع يلا. مفكوش كفاءة وده دغري انا الفوضى زي حسني تشوفني تخصوا عنها مش تحوشني هي اللي مستعدة تموتلي وفوقلي. مفكوش كفاءة وده دغري انا الفوضى زي حسني تشوفني تخصوا عنها مش تحوشني هي اللي مستعدة تموتلي وفوقلي. يعني يا هلا راع على دريل. هو الدريل هو اللي ماشي واكل الدنيا دلوقتي، فالراجل قرر يجي يواكب بقى. انا مش متخيل راع على الدريل هيبقى عامل ازاي. الكورس مش وحش بس اتخطف كده سريعا تمام. تعالى نسمعه تاني، نسمع الكورس بس تاني قبل اي دخلة. قول يابا. مفكوش كفاءة وده دغري انا الفوضى زي حسني تشوفني تخصوا عنها مش تحوشني هي اللي مستعدة تموتلي وفوقلي. مفكوش كفاءة وده دغري انا الفوضى زي حسني تشوفني تخصوا عنها مش تحوشني هي اللي مستعدة تموتلي وفوقلي. فوقي بقى معايا على مصفر، سبتلكوا اللقطة بس على محضر. انت قلت نفس اللي زميلك قالوا، لو بصيت مرايتك تلقى نفسك اقرع. تاج على راسي كل ما اجي اشيله جيب معاه رقبتي فبضطر اسيبه. هي دي حياتي وراضي بالمكتوب لي، ربك اداك اللي قوك تشيله. مش هتبقى منا وما تعملش شردة، اللعبة بتاعتنا احنا اصحاب السوق. وبسأل امك مين صحاب السوق، خليك مزيف ما تصحاش لتموت. يا ديني على الفجر والقدر. ايه ده ايه العنف ده؟ مش كده يعني. انا عارف ان انت كنت راكن بقالك حبة بس مش بالاسلوب ده يعني. بالراحة برضو، زمايلك في القرية مش كده، زمايلك معاك برضو بيلعبوا معاك في السين. ايه يابا ده انا لسه كنت بقول ما شفتش تمكن على الدريل كده في الحلقة اللي فاتت.
انت بتثبت لي ايه بقى هنا؟ مش كده؟ ايه الدخلة دي؟ انا سعيد وفخور ومبسوط بجد يعني. نشوف اللي بيتقال عشان انا ما كنتش عايز اوقف اصلا. انا كنت عايز اسمع كله وبعد كده نشوف بقى الايه القصة فيها ايه. الراجل بيقول لنا في اللازمة، تمام؟ اللازمة صح. بيقول لك ايه؟ بيقول لك مفكوش كفاءة وده الدغري يا انا يا الفوضى زي حسني تشوفني يا دين امي. ايه ده؟ ايه البارين دول؟ مفكوش كفاءة، مش شايف اي حد كفاءة وده الدغري، تمام؟ لو مش شايف اي حد على الساحة، اي حد في السين ذو المستوى بالنسبة له فهو مش شايفه، تمام؟ وده الدغري ده من الاخر يعني. بعد كده قال لك يا انا يا الفوضى زي حسني تشوفني. وطبعا دي مرمية على ايه؟ الثورة اللي بتاعت 25 يناير ساعة ما عم حسني طلع علينا كده وقال لنا يا انا يا الفوضى، فاهم؟ وطبعا البشرية اختارت الفوضى ساعتها. بس فبار صايع فشخ، جامد فشخ. السكين بتاعه والتشبيه بتاع البار قوي. حلو. اللي بعد كده قال لك تخص عنها مش هتحوشني تحوشني هي اللي مستعدة تموت لي وفوق لي. دول الأربعة. وبعد كده كررهم تاني هم يعني. هي تبان مقدمة شوية، تمام؟ مش لازم قوي لأن هي سرد بارات من غير أي كومبوزنج خالص، مفيش أي تلحين في الموضوع. بس فهو واضح إن هو إيه؟ تراك باتل ودشملة في الوش ملهاش معلش. بس نخش بقى في المقطع الأول. قال لنا إيه؟ ركز معايا يا اسطى. قال لك ايه؟ قال لك فوق جبلها معايا على مصفر، سبتلكوا اللقطة بس على محضر، انت قلت نفس اللي زميلك قاله ولو بصيت في مرايتك تلقى نفسك اقرع. وهنا انا حاسس ان هي ايه؟ محذوفة على حد كده بعينه او اتنين ممكن يليق عليهم الكام بار دول. بنسبة كبيرة ممكن يكون رامي على ابي يوسف وابو الانوار، تمام؟ غالبا يعني ممكن يمشي عليهم البارين دول. بس خلينا في البارين اللي قبلهم. وهو بيقول لك فوق جبلها معايا على مصفر، وهنا غالبا ممكن يبقى رامي على مملكة الجبل الاصفر اللي هي العلم بتاعها برضو بيتميز باللون الاصفر. فهنا بيقول لك فوق جبلها معايا على مصفر، سبتلكوا اللقطة بس على محضر. بص فجر الرايم عامل ازاي؟ بص على مصفر وعلى محضر. مفيش كده، مفيش دماغ كده، تمام؟ بس هو راح هيفضل معانا اندر ريتد شوية حساب السنين اللي فاتت اللي هو ساب فيها نفسه، تمام؟ يعني بس هيطلع ان شاء الله، بس يستمر. نكمل. بس فهنا طبعا بيقولوا للاخصام ان هو ساب لهم اللقطه، ساب لهم المجال شويه، تمام؟ لغايه لما ايه؟ يحضر. بس بعد كده البارين اللي انا قلت لك راكبين على ايه؟ ابي يوسف وابو الانوار غالبا. حتى البار اللي بعده برضه ممكن تكون التكمله بتاعتها رايحه على ابي شويه، وهو بيقول لك تاج على راسي كل ما اجي اشيله. طبعا عارفين ان ابي يوسف ليه تراك اسمه تاج، فهنا بيهدف ان التاج ده هو على راس رع، تمام؟ بس بص الوصف بقى بتاعه عامل ازاي. بيقول لك تاج على راسي كل ما اجي اشيله يجيب معاه رقبتي فبضطر اسيبه. من الاخر يعني وصف قوي فشخ اللي هو قد ايه ان التاج ده معمول له، فاهم؟ من الاخر يعني التاج مش راضي يسيبه من كتر ما هو الايه؟ الملك. بس بعد كده قال لك هي دي حياتي وراضي بالمكتوب لي، ربك اداك اللي قواك تشيله. بس اللي هو التاج يعني، فاهم؟ التاج مقويه فشايله، او ممكن تبقى مرمية على الموهبة اللي عنده فهو ايه؟ لازم يحافظ عليها يعني، فاهم؟ بس وده اللي احنا بنقوله سبحان الله يعني. نقدر نقول ان هو ايه؟ بيفوق يا مسهل، تمام؟ بعد كده الاربعة اللي بعدهم قال لك مش هتبقى منا وما تعملش شردة ده اللي هو ايه؟ المشرد ولا مؤاخذة يعني، فاهم؟ فانا بيكلم اي حد بقى ايه؟ عامل نفسه شردة يعني، فاهم؟ او عامل نفسه من المجال، فبيقول له ما تعملش شردة. اللعبة بتاعتنا احنا اصحاب السوق، وبقى اسأل امك مين صحاب السوق. بص السوق، صحاب السوق اللي هو اصحاب القار يعني، فاهم؟ وبعدها اصحاب السوق اللي هم لا مؤاخذة صحاب الشمال يعني، اللي بياخدوك في السكك مش كويس. فجامد فشخ الرايمن. شردة، سوق وسوق، جامد فشخ. بعد كده قال له خليك مزيف ما تصحاش لا تموت. ما ينفعش يصحى لان هو مش هيعرف يبقى حقيقي، فبيقول له خليك مزيف عشان انت عايش وانت مزيف، فلو قررت ان انت تبقى حقيقي هتموت. بانش لاينز قوية فشخ. نكمل. انا سعيد فشخ بجد يعني. نكمل. قول يابا قول.
الدنيا خطر والأمام معدوم، عايز اللي يسندر واللي يخاف مخلوف، وديني ومعبد مهبات وبوش، برجولك بركم اشراف الاصول. البكاسة على مقاسك لا شيء تداس فبلاش تسوق فيها. انا في دماغك طول كاريرك عالي فدا، يا حسد يا غيرة. تمامك عندي فرقة وطلع في وسط دماغك طلعت ذخيرة. تعدت بشارعنا حددك يتقل منك ده عالجد تقديرك. غلط راكبكو سميني اوف انا هرم في جيلكو، بغضب فارسكو هتجيلي رؤى اجيب حطب حارقكو، شطب بتجروا في ايدي الشوكة كله حصل ده وانتو صنم هديتكو، ترازيني بموتة زي قدر صايبكو، بنمط حافظكو بقبر ضاربكو، اللي قلبه جايبه مفيش عوض دايركو. وبعدين طيب وبعدين هو يا ابني مفيش تراك اشغلهولك غير لما تخليني معرفش برضه اوقف امه؟ طب وبعدين طب بلاش وبعدين، انت محوش كل ده فين بجد؟ يعني نقول الحمد لله على السلامة ولا ايه؟ يعني انا خايف والله العظيم، انا خايف اقول لك حمد لله على السلامة فاهم، ملقكش تختفي برضو تاني. مش عارف، ده انا كنت هوقف يعني السويتش بقى اللي حصل ده من اول غلط راكبكو. وبالمناسبة تحياتي للانتاج، الحاج اوكسيد عامل شغل عالي الصراحة، حلو فشخ الاستوبات اللي عاملها، شغل على المستوى. انا مبسوط، ومادام انا مبسوط ان شاء الله كلكم تبقوا مبسوط زيي يعني. عايش، خلينا نشوف ايه اللي بيتقال. نكمل. بيقولك الدنيا خطر والامان معدوم، عايز اللي يسندل واللي يخاف مخلوف، وديني ومع اعبد مع هدبات وتبوش، برجولك بركم الشواف الاصول. بعد كده ستوبايه بقى جامده فشخ. بس قبل ما ناخد الاربعه اللي بعد كده ركز في الرايم. عندك معدوم ومخلوف وتبوش والاصول، المعجم الوسيط بتاعه عالي، بيقرا معاجم الراجل ده، كيف معاجم، عجبني الصراحه. بس بعد كده الاستوبايه الجميله تمام ان الحاج اوكسيد على الانتاج. بعد كده قال لك البكاسه على مقاسك لا شيء تداس فبلاش تسوق فيها. انا في دماغك طول كاريرك عالي فده يا حسد يا غيره. هو بيوجه كلامه لشخص ما تمام بعينه يعني، يا اما ممكن تركب على الكل عادي يعني. بس بعد كده قال لهم تمامك عندي فرقه وطلقه في وسط دماغك طالعه مني تشكشك في ذخيره. بص تشكشك دي زنقها في البار وقايلها عاليه فشخ. اسمع كده معايا، تلاقيه ما طلعش فاهم، ما فصلكش. البكاسة على مقاسك لا شيء تداس فبلاش تسوق فيها. انا في دماغك طول كاريرك عالي فدا، يا حسد يا غيرة. تمامك عندي فرقة وطلع في وسط دماغك طلعت ذخيرة. تعدت بشرق واصلة هي واصلة فشخ الصراحة، واصلة في العالي جامد. بس كده بعد كده قالك تعدت بشريعنا احددك يتقل منك ده على الجد تقديرك. من الاخر هيفركوا في الشارع يعني في منطقته. بس بعد كده سويتش فلو بقى العظيم ده من اول ما قالك الغلط راكبكو سميني اوف انا هرم في جيلكو، بغضب فارسكو هتجيلي رؤى اجيب حطب حارقكو، شطب بتجروا في ايدي الشوكة كله حصل ده وانتو صنم هديتكو، ترازيني بموتة زي قدر صايبكو، بنمط حافظكو بقبر ضاربكو، اللي قلبه جايبه مفيش عوض دائركم. ايه ده ايه يا جدعان ده؟ ايه الكتابة دي؟ يعني ايه اصلا؟ لا محتاجين نفهم. بس مستوى عالي فشخ عجبني، مهما بيغيب مهما بيروح بيرجع على المستوى وبيواكب. عجبني ان هو بيواكب يعني، اختيار التايب اوف بيت الدريل متسنك عليه بالملي يعني. فعاش بجد يعني. نكمل. قول يابا وش راع. قلبي واقع مني في جيبي 9 ملي داخل عالي فشخ، طلعت سلاحي جد طبسة عيني طلعي لي الدهب وابقى في حالي سهل. بتتشاهد كانت بتملى الشنطة وانا عيني بتلمع من اللي جالي ده. انا ملكي نفسه مش هتلطي يابا طول ما وشي ده ما جاش في كاميرا. قصص حزينة وبتقسي وردار ارميها وزي ما تودي، بتعامل كان اول واخر واحد فايا ارضه ما عليك تهدي. وسط اللقطة من اللي تشقي حرب جوايا عم مبقي، في ارض ادوس عليك تشقي. بنقول يا رب وبتعدى مش كفاءة وده دغري انا الفوضى زي حسني تشوفني تخصوا عنها مش هتحوشني هي اللي مستعدة تموتلي وفوقلي. مش كفاءة وده دغري انا الفوضى زي حسني تشوفني تخصوا عنها مش هتحوشني هي اللي مستعدة تموتلي وفوقلي. عاش فشخ. الانتاج بتاع اوكسيد مالي التراك ورع مواكب وحاطط على البيت حاطة جامدة فشخ
يعني البيت ده لو راح لاي حد مش هيعرف يسد معاه بالشكل ده. البشريه لازم تركز في حاجه زي كده، فمش اي حد هيعرف يدوس على الانتاج ده. اوكسيد عامل شغل عالي فشخ، فعاش الانتاج ككل. بس برضو نفس اللوم اللي لازم الوم عليك كل مره. ما انا كل مره لازم اسمعك كلمتين. مش عارف هو ده ما تصورش كليب ليه؟ يعني مش فاهم. هنختار صح امتى؟ طيب ده ما ينفعش ينزل اوديو يابا، ما ينفعش اقسم بالله. فوق 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 وروق. هتجيلي روقه تمام؟ روق بقى واعرف اختار التراكات اللي انت تصورها فيديو كليب تمام، عشان تعلي وتنطلق تمام. الموضوع مش MP3 بس، لا الموضوع محتاج MP4. الله يبارك لك 4، بلاش ال3 بس ماشي. خليك في ايه؟ MP4. عاش الانتاج، عاش المستوى. اتمنى اقول لك الحمد لله على السلامه والاقيك مكمل بعدها تمام. يعني ايه؟ استمر شويه قدام، ما تزهقش وما تختفيش. حلو، اثبت على المستوى وانطلق. انت مش محتاج تطور، فاهم؟ انت اساسا جاي متطور. احنا عايزينك تستمر بس، معلش يعني هنضايقك وهنضغط عليك الفتره اللي جايه. محتاجين شغل جميل. مبروك يا معلم، ويلكم لا مؤاخذه باك تمام. مش عايز اكملها والله، لا تختفي ولا حاجه، ولا انا لقاء فلا مؤاخذه اللي بعده. بس قبل ما نقفل جات لي اخباريه كده من الجندي المجند المجهول وهو عبد الرحمن الحاج. قال لي لك ان تتخيلوا بقى، ركزوا معايا في المعلومه دي. بص البرودكشن عامل ازاي، وبص طبعا راعي عامل ايه على البرودكشن. لك ان تتخيل ان اللي عامل البرودكشن اللي هو اوكسيد ده واحد عنده 16 سنه. 16 سنه. والصراحه هو ساهم في حاجه كويسه ان انا اطلعه معايا في الحلقه عشان افهم الانتاج ده ازاي طالع من واحد عنده 16 سنه. فخلينا نتحقق ونشوف بنفسنا يعني. يلا نسمع بقى، نسمع لايف. جاي من بعيد شوي. الو مستر اوكسيد. حصل. حصل. انا معايا رائف صح؟ معاك رائف. ده انا مش عارف اقول ايه بجد. حبيبي يا عم انس. حبيبي يا رائف والله. لا علي صوتك كده، عايزك تلعلق معايا، انت على الهوا. ايه ده بجد؟ والله العظيم. الله. ده شكل في حاجه جامده في الطريق. لا هي اوريدي خلاص بتخلص يعني، فاحنا قررنا ان احنا نقفلها ونختمها بوجودك معانا يعني. والله ده شرف ليا جدا يعني يا رائف. انا بتفرج عليك من ايام زمان يعني، واحنا كنا صغيرين. حبيبي يا عم انس. انا عايزك بقى تحكي لي كده وتخش لي كده في اجواء البرودكشن الفاجر اللي انت عامله مع رع ده. عايزك تشرح لي كده. اولا كلمني بس عن نفسك، عشان انا سمعت من عبد الرحمن الحاج ان انت عندك 16 سنة. ده فعلا انا عندي 16 سنه. ببروديوس من وانا عندي 13 سنه تقريبا. طب هايل ده احنا معانا موهبة فذة يعني. طب احكي لي عنك كده، الامور ابتدت ازاي وايه المستوى اللي انت مقدمه ده يعني؟ حبيبي والله يا عم رائف، يعني دي يعني كلمة يعني شهادة أعتز بيها. حبيبي ربنا أنا عموما بدأت البرودكشن من وانا عندي 13 سنة. كنت بسمع أغاني إلكترونيك وكده لسكريلكس، فكنت بسأل إزاي أصلا الأغاني دي بتتعمل عموما. فقررت أسيرش بقى وإزاي الأغاني بتتعمل وشوف الطرق بتاعتها. فلقيت في الآخر طريقة معينة وفي برامج، وطلع حوار كبير قوي. قعدت فترة بتعلم وبهبد وأسمع أصحابي، وهم يعني ادوني دفعة إن أنا أكمل في اللي أنا بعمله. لدرجة يعني الحمد لله بدأنا نعمل الساوند بتاعنا، وبدأنا يعني نعمل كذا حاجة. وأنا مش بعمل حاجة واحدة بس يعني، مثلا أنا مش بعمل دريل أو مش بعمل، لا أنا عايز أقول لك يعني إن بيت دغري ده تقريبا 5 بيت دريل عمله في حياتي أصلا. أنا مش بعمل دريل كتير، أنا متنوع، ممكن أعمل لو فاي، ممكن أعمل أولد سكول، ممكن أعمل كذا حاجة. هايل. لا أنا متفاجئ الصراحة بالتجربة اللي نقول اللي هي شورت بيريود يعني، فاهم أنت يعني ما خدتش وقت كتير إن أنت توصل للبروفيشنال ليفل.
الواحد بيتعلم بسرعة. يعني أنا مم. من الناس اللي بتتعلم بسرعة، ولو دخلت في حاجة بحبها بعرف أتعامل فيها يعني، وبعرف مم. أمد الكونكشنز بتاعتي وأشوف ده بيتعمل إزاي وأجري هنا وهناك. فيعني الحمد لله. يعني الصراحة أنا فخور بالمستوى اللي أنت اوريدي قدمته. يعني وأنا أعتقد ومتأكد إن دي حاجة بسيطة جدا في وسط البرودكشنز بتاعتك. يعني دي حاجة كده كانت معدية بس قدامك يعني. يعني هو عموما الشغل اللي كان التراك بتاع رائع ده ما كانش هيكمل برضو غير بالشغل اللي كان مع ديابلو. مم. محمد أشرف هو اللي كان أيوة. عامل معايا البيت دوت، وساعدني ان انا يعني كنا قاعدين مع بعض في ديسكورد كده مرة واحدة سمعني اللوب اللي عاملها. مم. قلت له اوف دي حلوة، دي تنفع معانا. طب هايل، احنا معانا ديابلو كمان يعني. بالظبط. ديابلو ده اللي هو ديابلو بتاع زمان ولا ديابلو؟ لا 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 لا، مش اه ديابلو، مش ديابلو اللي هو ديبو. مش ديبو. اه لا، ده ديابلو اسمه محمد أشرف. ايوه تمام. طب هايل، يعني ده كو بروديوسر يعتبر يعني معاك. بالظبط. هو التراك حتى مكتوب في امم الكريدتس كو بروديوسد باي يعني احنا بنعتذر ان احنا ما خدناش بالنا من الديسكريبشن. ما خدتش بالي خالص ان في كو بروديوسر معاك يعني. عموما شاوت اوت لمحمد اشرف من هنا على الشغل اللي هو عمله معايا وساعدني يعني ان انا اكمل البيت دوت. طب هايل. وفعلا هو اصلا بدايه البيت كانت بسببه يعني. طب هو ديابلو كان مسؤول عن ايه بالظبط مثلا في البيت؟ هو اكشلي اللي عمل اللوب الميلودي. البيت. اوكي. بالظبط، هو اللي عمل الميلودي بتاعتها. اوكي. وانت يعني الارينجمنت مثلا؟ بالظبط، وانا كملتها بقى درامز، الارينجمنت، الكلام ده كله. وبعتها له يسمعها وخدنا اراء بعض، وفي الاخر طلعنا المنتج ده. وفي الاول كان سريع اكتر عن كده شويه، بس هديناه وعدلت فيه كذا حاجه وطلع كده في الاخر. لا الصراحه الانتاج النهائي حاجه قويه جدا، واعتقد ان دي بس نقول ايه جاست بدايه يعني. يعني عندنا بنبدا، هو ده يعتبر اول تراك اعمله. بس انت بادي من الاخر يعني، فاهم اللي هو انت بادي وشارخ. يعني الحمد لله الواحد بيبتدي. عاش يا عم انس، والله مبسوط جدا بالشغل ده، ومبسوط جدا الحاج برضو نبهني لنقطة زي دي، وانا مبسوط ان انت معايا في الحلقة. حبيبي والله يا عم رائف، ده يعني شرف ليا كبير جدا. حبيبي ربنا يخليك على راسي والله. حبيبي يا عم انس، واستناك بقى تشوف الحلقة ان شاء الله، والشباب الجميلة تبقى مبسوطة يعني ان احنا اخترنا التراك ده، رغم ان هو واخد اقل ريت، بس انا عارف ان هو هيبقى اندر ريتد يعني. بس انا لما سمعته الموضوع اختلف تماما في الاختيارات بتاعتي يعني. حبيبي والله بجد، يعني ان شاء الله الناس تتبسط والناس تعجبها التراك حتى لو هم ما سمعوش لسه ان شاء الله ان شاء الله الناس تعجبهم الحلقه عموما. لا ده اكيد، ده كده. حبيبي يا رائف، والله اتبسطت جدا بمكالمتك النهارده، شرف ليا يعني. حبيبي يا عم انس، ومعلش بقى ان هي جت متاخر شويه، كنا بنخلص شويه شغل يعني. لا ولا يهمك، عادي. حبيبي يا كبير، هبقى اكلمك تاني. تمام ماشي. حبيبي يا انس. حبيبي سلام. يعني مفيش بساطة ومفيش تطور للجيل اللي طالع في المزيكا كده. انا مش مستوعب ان واحد من 13 سنة بيبدأ يتعلم يعمل برودكشن للمزيكا ازاي. ده جامد فشخ وحاجة نفتخر بيها كلنا. هنا بقى نقدر نقول ولنا اللقاء في اللي بعده ولا مؤاخذة. تمام. وهأكد تاني يا عم رع، استمر. تمام، استمر مع الشباب اللي طالع ده، في طاقة كويسة جدا يعني. تمام، فالحمد لله على السلامة، بس مش قوي عشان ايه نعرف نجيبك تاني يعني. بس كده، وهنا تنتهي الحلقة، ونقول بكل اريحية بقى ولنا اللقاء في اللي بعده. اللي بعده حبيب قلبي، اللي بعده على الإنجاز.